što se može reći. Naravno mogu i pogriješiti, jer svaki derbi je ples na ivici noža i možete jedan dan biti ko što kažeš. تصريح خطير من الحكم إيرفان بيلغتو يفاجئ به المنتخب المغربي بعد الهزيمة أمام المكسيك في كأس العالم لأقل من 20 سنة. يفضح غرفة الVAR ويورط المنتخب المكسيكي ويعتذر للمغاربة. لن تصدق ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن المنتخب المغربي كان الأجدر بالفوز على المكسيك لولا التحكيم الفاسد، اضغط إعجاب للفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. المباراة التي انتهت بفوز المكسيك بهدف وحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 51 شهدت قرارات جدلية كبيرة، أبرزها ضربة الجزاء التي شكك فيها الجميع، والهدف المغربي الملغى بداعي التسلل. الجماهير المغربية كانت غاضبة، والجدل انفجر مباشرة بعد صافرة النهاية. وفي أول تصريح له بعد المباراة، خرج الحكم البوسني إيرفان بيلغتو عن صمته عبر الإذاعة الإسبانية ليطلق مفاجأة مدوية: لقد تلقيت إشارات خاطئة من غرفة الVAR لم تنبهني إلى لقطات مهمة لصالح المغرب، بل بالعكس كانت هناك محاولات لتضليلي. اليوم أتحمل مسؤوليتي وأقولها بوضوح: المنتخب المغربي كان الأجدر بالفوز، وأنا أعتذر للشعب المغربي. الحكم اعترف أن قراره بإلغاء هدف المغرب في الدقيقة 57 لم يكن صحيحا. الهدف كان شرعيا، لكن غرفة الفيديو أرسلت لي زاوية غير واضحة، وتم الضغط علي بضرورة اتخاذ القرار بسرعة. ثم فجر مفاجأة أكبر حين كشف عن ضغوط مرست عليه من أطراف مرتبطة بالمكسيك. تلقيت تحذيرات قبل المباراة أن مسيرتي قد تنتهي إن خسر المنتخب المكسيكي. كنت بين نارين، إما العدالة أو مستقبلي التحكيمي. للأسف اخترت القرار الخاطئ، واليوم ضميري يؤنبني. كلمات الحكم خلقت زلزالا في الوسط الرياضي، خاصة وأنه أقر بأن الفار لم يكن محايدا، وأن المغرب تعرض لظلم تحكيمي متعمد. وختم حديثه برسالة مباشرة للجماهير المغربية: أقولها بكل صدق، المنتخب المغربي لا يمثل فقط إفريقيا، بل بات قوة عالمية. كنتم تستحقون الفوز، وأنا أعتذر من القلب، وأتمنى أن يسامحني الشعب المغربي. بهذا الاعتراف، القضية لن تقف عند هذا الحد، حيث ينتظر أن يفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقا عاجلا في هذه الفضيحة التحكيمية التي قد تهز صورة البطولة بأكملها. وفي النهاية، شاركنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلكم جديدنا.